هلو حبايبي، طبخاتي على مزاجي. اليوم طبختنا راح تكون فاصولية خضراء. أول شي بنجيب الفاصولية بنغسلها منيح منيح، وما تنسوا أهم شي النظافة، وبنشفها وبنزبطها لحتى تصير في هذا الشكل. بعدين منقطعها هيك قطع، ولا صغيرة ولا كبيرة، وسط ومعتدلة، قطع حلوة ولذيذة. بنجيب البصل، حبتين بصل وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، حلوين ومهضومين، وبنقطعهم هيك جوانح جوانح، مو رفيعة كتير، كمان تبقى وسط علشان لما نقليها يصير شكلها حلو. وبنجيب قرع الثوم وحدة كاملة، بنقشرها وبنعملها فصوص، وبنخليها فصوص سليمة زي ما هي، ما بنقطعها. وثلاث حبات بندورة حلوين ومهضومين ومغسولين ومرتبين، بنقطعهم هيك. كمان بنعملهم جوانح زي ما قطعنا البصل، بنقطع البندورة وبنخليهم قطع زي ما هني هيك، وبنحطهم على جنب. وعنا اللحمة ما تنسوا، 300 جرام لحمة خروف طرية هبرة حلوة وزكية، و100 جرام لحمة مدهنة، يعني بكون معانا لحمة 400 جرام. بنجيب الصينية بنحطها على الغاز، وبنحط فيها الزيت وكمان شوية زيت، ونخليهم على النار لحتى يسخنوا. وبنجيب البصل وبنحط البصل، وبنقلب البصل علشان يتخلط مع الزيت، وبنقلب فيه، نضل نقلب فيه لحتى يدبلوا شوية ولونهم يصير يتغير. بنجيب اللحمة وبنحطها فوق البصل بعد ما لونهم اتغير شوي ودبلوا، وبنقلب اللحمة ونخليها لما تستوي شوية، وبنحط فيها البهارات، نحط نص ملعقة كزبرة ونص ملعقة فلفل أسود. الفاصولية الخضراء ما بتحتاج خضرة كتير، سوري، الفاصولية الخضراء ما بتحتاج بهارات كتير. بنجيب ملعقة صغيرة رب البندورة صلصة، بنحطها على البصل وبنقليها مع الزيت والبصل واللحمة، بنقليها شوي وبنقليها كمان شوي لحد ما تنشف ويصيروا في هذا الشكل. بنحط الفاصولية اللي غسلناها وقطعناها وزبطناها، وبنحركها مع المزيج كله، بنحركها منيح، وبنخليها لمدة 10 دقايق تتحمر شوية بالزيت والمكونات واللحمة وتدبل. بعدين بنجيب الثوم وبنحطه فوق الفاصولية، بنفردهم فصوص السليمة زي ما قلنا من غير تقطيع. وبنجيب البندورة بنحطها فوقهم، كمان بنفردها فوق الصينية، ما بنخلطها، بنتركها حوالي 20 ثانية. هلأ بنجيب الملح، بنملح ملعقتين ملح صغار، هاي وحدة وهاي التانية، طبعا الملعقة الصغيرة يعني بس تبقى مليانة. بنملح وبنحرك كل المكونات مع بعض، بنقلبهم بنحركهم كويس. بنجيب نص كاسة مي بس مش اكتر، وما بنحركهم، بنترك المكونات زي ما هي على النار، بنغطيها وبنخليها 35 دقيقة تستوي وتتسبك مع بعض. وهي المكونات والفاصولية جاهزة، يامي يامي.
الريحة بتشهي. شوفوا المنظر، شي بيفتح النفس. أنا بحبها أكلها مع خبز ونعنع وشوية رشة ليمون، وفي ناس تانيين بحبوا معها رز أبيض بالشعرية والفاصولية فوقها. الأكل على المزاج والطبخ على المزاج، والوصفة في آخر الفيديو وأول الفيديو. تشاو.